اهلا بيكم في حلقه جديده من ات شو تايم. حلقتنا النهارده هنتابع من خلالها فعاليات مهرجان الاسكندريه للفيلم القصير، واللي دورته اقيمت في الفتره من 16 لحد 21 فبراير، وكمان رصدنا عدد من الظواهر الفنيه من خلال تقاريرنا النهارده. وفي نهايه حلقتنا هنتابع ردود الافعال على مسلسل مشوار الونش اللي انتهى عرضه مؤخرا، وكان من بطوله محمد رجب وكمان محمود عبد المغني. فتعالوا بينا نشوف حلقتنا فيها ايه. مهرجان اسكندريه الفيلم القصير من المهرجانات اللي انا بحبها جدا، بعتبره من المهرجانات الواعده رغم ان بقى له سنين كتير. دي الدوره التاسعه للمهرجان. انا رئيس شرف المهرجان، وبالتالي انا ببقى موجود، انا بتابع معاهم من اول يوم بعد المهرجان. انا جايه احضر المهرجان، انا بحب المهرجان جدا، كنت قبل كده عضو لجنه تحكيم. بشارك لانه انا بستفيد برضو، لانه ده في الحقيقه اي عمل فني يعني مهم لينا، يعني وجودي اصلا في الافلام دي حاجه تضيف لي وتزودني طول الوقت. الونش نوعيه جديده مختلفه عن اللي قدمته مع استاذ احمد عبد الفتاح واستاذ اسماعيل فاروق. احنا الثلاثه مختلفين ومقدمين بشكل جديد. احنا عملنا قبل كده الاخ الكبير وضربة معلم، والسنه دي ان شاء الله الونش. بالنسبه لي انا ورجب اشتغلنا مع بعض في ملاك اسكندريه، وبعد فتره بنشتغل مع بعض الونش مع الاستاذ اسماعيل فاروق، شركه سينرجي، مؤلف احمد عبد الفتاح. اشترك في باقات واتشت الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية تبدأ من 150 جنيه.